تطور غير متوقع في حالة الفنانة أنغام الصحية. كشف الدكتور خالد منتصر عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام بعد تعرضها لوعكة خلال الفترة الماضية. وكتب على موقع فيسبوك: أنغام دخلت المستشفى في البداية بالتهاب حاد في البنكرياس وإنزيمات عالية وألم شديد. بعد الأشعة اتضح أنه كيس على البنكرياس، من الممكن أن يكون كيس حميد أو يكون كيس سرطاني، لكن الأشعة أظهرت أن الحواف لا تعطي الصورة السرطانية على الأغلب حسب رأي الأطباء المصريين. عندما عرفت أنغام أنه كيس، رفضت أن تكمل رحلة العلاج في مصر، وراسلت ألمانيا وسافرت لمركز متخصص ليس هو المركز الذي عالج مبارك كما ذكر البعض. قرر الأطباء الألمان إجراء تدخل بالمنظار وتصريف السائل الموجود في الكيس عبر المعدة، وتحليل السائل فوجدوا أنه حميد وليس سرطانيا، وتصوروا أنهم بمجرد إفراغ الكيس سيخف الألم، لكن ما حدث أنها بمجرد أن بدأت الأكل والشرب عاد الألم مجددا كسابق عهده. دخلوا بالمنظار فوجدوا أن الكيس قد تحول إلى خراج. هنا اضطروا لإجراء جراحة بواسطة الروبوت، لكن المشكلة أن الألم لسه شغال، وهذا أسخف ما يواجه الجراح، أن يواجه عرضا لا تفسير مباشر له، والذي يظل مؤرقا حتى بعد إزالة السبب المرجح أنه المصدر الأساسي. الأطباء الألمان ما زالوا في حيرة. الحالة ليست سرطان حتى هذه اللحظة، لكن نكون منضبطين في كلامنا. نتمنى الشفاء للجميلة أنغام. أقلقت النجمة أنغام الجمهور مجددا على حالتها الصحية بعد الكشف عن تطورات جديدة في حالتها في المستشفى في ألمانيا، حيث كشف المقربون منها تفاصيل جديدة، والتي أثارت الغموض أيضا حول وضعها الصحي. هل تخضع أنغام لعملية جراحية ثالثة في ألمانيا؟ كشف الإعلامي محمود سعد عن تطورات جديدة في حالة أنغام الصحية، ونشر فيديو عبر صفحته أكد به تواصله مع رندا رياض مديرة أعمال أنغام، والتي كشفت له عن تفاصيل الوضع الصحي الحالي للفنانة أنغام. وقال أن الأكيد في حالة أنغام هي خضوعها لعملية جراحية دقيقة في البنكرياس الأسبوع الماضي، وأن العملية كانت دقيقة وحرجة، ولكنها خرجت منها إلى غرفة عادية في المستشفى بعد ذلك. وقال أنه لا صحة للأخبار التي ذكرت نقل أنغام إلى غرفة للعزل في